تعالوا نحضر العزومة الحلوة دي، بجد جميلة جدا وهتشرفك. ورق عنب بقى وكرنب وفراخ بقى في الفرن، بجد جميلة جدا هتعجبك قوي. هنتبل الفراخ بطريقة حلوة جدا هتعجبك جدا، جربيها واعتمديها في اي وصفة، بجد تحفة. اول حاجة الفراخ طبعا غسلناها كويس جدا بالملح والليمون والطحينة، وبعد كده عملت لها محلول نقع بالسكر وملح وليمون وبصل وورق لورا وحبهان، وحطيت كمان قرنفل. وبعد كده سبتها في المحلول براحتك بقى، ممكن ساعتين لغاية ليلة كاملة براحتك جدا. بعد كده عملت لها فتحات في الصدر وتبلتها بالملح والفلفل الاسود كويس جدا. وبعد كده هنعمل التتبيلة بتاعتنا، عبارة عن جبت بقى دبس رمان وصويا صوص وباربيكيو صوص وصلصة، اي حاجة انت عاوزاها حطيها، بس انا بعتمد الثلاث انواع صوصات دي مع الصلصة، بتدي لون حلو جدا للفراخ. جربيها هتعجبك اوي. مع التتبيله بقى فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وممكن رشه كمان كمون، بتبقى حلوه جدا على فكره وبتمنع اي زفاره. بابريكا، وحطينا كمان زيت. وخلطه المشاوي من ماجي انا بجيبها وبستخدم منها معلقه معلقتين كده، ما بستخدمش الكيس كله. وبحط كمان زعتر، اي بقى توابل انت عاوزاها حطيها، بس الاساسيات زي ما قلتلك 3 انواع صوصات دول مع الصلصه بيبقوا حلوين جدا. ممكن احط زبادي، ممكن احط لبن رايب، اي حاجة انت عايزاها. بعد كده بتبل الفرخة كويس جدا من جوه وبره بقى وبين الجلد وكله بقى كده تمام، واسيبها في التتبيله دي بقى برضو يعني براحتك، ممكن تسيبيها ليله كامله براحتك جدا. طبعا لو مستعجله هتعملي كله ده مع بعض وتحطي في الفرن، بس الافضل انها تتبل. كل ما بتتبل اكتر في وقت اطول يعني بتبقى حلوه جدا. نسيبها في التتبيله، وهروح بقى اسلق الكرنب وبعد كده هقطعه. ده الكرنبايه بتاعتنا بقى الحلوة دي. هحضر كمان الخلطة بتاعتنا، عبارة عن كزبرة وشبت وبقدونس قطعتهم كده، وبشرة جزر وبصل وطماطم بالشكل ده. والتركة دي بجد بتخلي طعم المحشي تحفة جدا، والجزر كمان يعني خصوصا لانه بيدي طعم تسكيرة حلوة جدا للمحشي. جربيها واعتمديها تعجبك جدا. وبحط كمان توم حوالي نص معلقة كبيرة كده، دي طبعا اختيارية، كل واحد حر يعني. في ناس مش بتحب التوم في الكرنب او في المحشي عموما. عندي بقى الرز غسلته كويس جدا وصفيته، وعندي بقى خلطة المحشي دي انا كنت عاملاها وحطاها في الفريزر، لو عايزة تشوفيها هتلاقيها برضو في فيديو انا كنت عاملة فيه المحشي من قبل كده. دي بعتمدها دايما. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه، ولو احتجت خلطة تاني صلصة تاني عليها بحط طبعا، يعني دي بالتدريج لغاية ما اشوف محتاج قد ايه. بظبط بقى الملح بتاعي، ولازم نحط بقى الزيت على الخلطة بتاعتنا كده عشان يطلع الرز مفلفل من جوه ويبقى جميل جدا. عاوزة بقى تعمليه في الحلة تعمليه في طاجن، دي براحتك جدا. الطاجن بتاعي بحط له بس معلقة زيت، ممكن تحطي له سمنة تدهنيه سمنة، بس انا اللي كان متوفر في الوقت الزيت. حطيت زيت وحطيت كمان العروق بتاعة الكرنباية كده مكان ما قطعناه، وهحط كمان ورق اخضر. كل يعني ببطن كل ده في الارضية عشان ما يتلسعش مني. ممكن تحطي خضار براحتك جدا يعني. هنحشي بقى المحشي بتاعنا ونشوف بنقطع ازاي. بجيب الورقة كده وبلفها رول بالشكل ده، وبعد كده بقطع على قد الصباع ما انا عاوزة بقى الحجم يبقى قد ايه بالشكل ده، طبعا كبير صغير زي ما تحبي. وبقسمه كمان على قد حشو الصباع، يعني الصباع يبقى كده مناسب اوي. وعشان يطلع معاكي الصباع مظبوط والرز ما يطلعش منه، لازم نعمل التركة دي، نحط الحشو ونضم الاطراف على بعضها ونلف رول. بعد كده الطريقة دي حلوة جدا، بتخلي الصباع يفضل زي ما هو، الرز ما يخرجش منه. طبعا ما تمليهوش قوي كمان رز، عشان الرز كمان بيتمدد مع السوا وكده. كمان حشيت بقى ورق عنب. الورق العنب بيبقى ليه ظهر ووش، فالظهر ده اللي بنحط فيه اللي هو بيبقى خشن، ده بنحط عليه الحشو على طول. وبرده نفس الحكاية بنضم الأطراف على بعضها وبعد كده نلف رول على طول. الحتة بقى دي اللي احنا بنشيلها دي بحطها في أرضية الحلة، بتدي طعم حلو كمان، مزازة حلوة جدا للورق العنب. اما بنيجي نرص المحشي بنرص صف عكس التاني. نحط بقى الفراخ بتاعتنا في الفرن، هنحط معاها بس حبة مية صغيرين، ومعاها ممكن نحط منكهات مش حابين براحتنا، هي كده كده متبلة كويس. الفرن بتاعي لازم يكون سخن. المحشي بتاعي خلاص كده جاهز، هحطه بقى على النار. هنحط بقى توم كده على الوش، دي طبعا حاجة اختيارية براحتكم جدا. لو حابة تحطي سمنة او مكعب مرقة زي ما انا حطيت كده
دي حاجة اختيارية براحتك جدا. عندي شوربة بقى، ما عنديش شوربة ممكن يبقى مية مغلية مع صلصة ومرقة واغليهم على النار واسقي بيهم المحشي. انا عندي بقى الشوربة احط صلصة وهتبلها كويس جدا عشان خاطر لو الملح قليل، وهسقي بيها المحشي طالما هسويه في الفرن وكمان في طاجن يبقى لازم تبقى المية اقل من المعتاد، يعني اقل من اللي بيبقى في الحلة على النار من فوق، بيبقى بالشكل ده كده. بيدخل فرن سخن وبعد الغليان بهدي الفرن شوية عليه. اما اللي بيبقى في الحلة فبيبقى الشوربة بتوصل لعند قبل اخر صف في المحشي بالشكل ده كده. بحطه بقى على النار بتبقى عالية في الاول وبعد الغليان بهدي النار عليه خالص. اما بقى الورق عنب فانا بحط له ليمون كتير جدا علشان خاطر بحبه مزز جدا، وكمان بحط دبس رمان مع الشوربة، بدوب يعني معلقة حلوة كده كبيرة من دبس الرمان على الشوربة، وطبعا الشوربة برضو حطلها صلصة كمان زي بتاعة الكرنب بالظبط. دي حاجة اختيارية وبراحتك جدا. مقدار الشوربة بيبقى زي اللي عملناه في الكرنب بالظبط، وبحطه بعد برضو على النار وبعد الغليان بهدي النار عليه لغاية ما يستوي. ما شاء الله جميل جدا، ناجح جدا، ان شاء الله هيعجبك. والمحشي كمان الكرنب استوى جميل جدا ما شاء الله، مش ملزق في بعضه ولا معجن، والرزاية من جوه كمان مستوية ومش معجنة، دي حاجة جميلة جدا ان شاء الله هيعجبك. واللي كان في الفرن كمان جميل برضو ما شاء الله، طلع مظبوط جدا. طبعا طعمه مختلف خالص عن اللي في الحلة، اتمنى ان انت تجربيه وان شاء الله يعجبك. الفراخ بتاعتنا كمان اخدت اللون الحلو ده. كان عندي الفراخ برضو كنت سلقتها 3/4 سوا واخدت من باقي التتبيلة اللي كنت عاملاها للفراخ وحطيتها كمان مع الفرخة دي كده، بقت بالشكل ده جميلة قوي. ما شاء الله الاكل طلع مظبوط وكل حاجة مستوية مظبوط جدا، والطعم بجد مظبوط جدا جدا. اتمنى تجربيه ان شاء الله هيعجبك جدا. ولو حابة تشوفي المحشي بكل تفاصيله هحط لك اللينك بتاع المحشي في صندوق الوصف. ان شاء الله الفيديو يعجبك وتكوني استفدتي منه بأي حاجة. شكرا جدا ليكم ولمتابعتكم ليا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والتعليق الحلو والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. واسفة على طول الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.